سلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوت 360. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة. المغرب غير عن العالم الآخر الآن. لا، وين المغرب فارقين بعد فوز مستحق على المنتخب البحريني. كل شيء موجود. مهارات، أسماء المنتخب المغربي. هاي كلمة الله عندك. متعة. قبل السؤال تفضل ابو علي. متعة والله. منتخب والله متعة. يعني اليوم يعني لو تلاحظ انت اللعيب اللي يا اخي متعونك. بالضبط. متعة، روح، فايت. شو تبغي منهم تحصل عند المنتخب المغربي؟ بالضبط، بدعم كبير طبعا من القيادة الرشيدة الحكيمة. بس المغرب غير عن العالم الآخر الآن. لا، وين المغرب فارقين. محط أنظار العالم المغرب الآن. محط أنظار العالم المغرب الآن بصراحة في جميع وفي شتى الألعاب، سواء من المنتخبات السنية إلى المنتخب الأول مع وليد الركراكي. كل المنتخبات بنية تحتية جميلة. طنجة، الرباط، كازا، مراكش، أكادير، في جميع الملاعب أعتقد تكون تحفة في استضافة كأس أفريقيا وكذلك كأس العالم في المغرب. ديما المغرب يعني صحيح بالضبط. المهارة موجودة، كل شيء موجود. شيء موجود. مهارات، أسماء. نعيد الصورة عبد الله لو سمحت. المنتخب المغربي طبعا في الطريق الصحيح. أعتقد المنتخبات المغربية مكتسحة الآن المغربية بشكل عام. نقول عبد الله ديما المغرب ديما يعني يستاهلون الشعب المغربي، القياده المغربيه على صعيد الرياضه. صعيد الرياضه الرجاليه نشوف تفوق كبير جدا في القاره الافريقيه وعلى مستوى العالم. جهود كبيره جدا للجامعه الملكيه برئاسه فوزي الاخجع. اعتقد هاي الانجازات اللي تحقق في عمل كبير جدا من المنظومه الرياضيه في المملكه المغربيه. لذلك أنا أعتقد اليوم هذه الإنجازات كبيرة جدا ويستحقها الشعب المغربي. نبارك لقيادة المغرب، نبارك أيضا للجامعة الملكية أيضا لعملها الكبير. مباراة وليد، المؤكد أنه بحال هاد الماتشات هادو كيتسناونا في كأس أفريقيا، سواء في المباراة الأولى وفي مباريات أخرى. سؤال عادي، كيفاش تعاملتوا اليوم مع منتخب البحرين؟ ستيل ديفيرون، جاي من كونتينون واحدة أخرى. لا، اول حاجه خصنا نقولوا لهم برافو. داروا ان بون ماتش، لعبوا اللور، شدوا لي كولوار، شدوا لي سباس. حنا ما كيبان لي ضيعنا الميطون الاوليه، ما لعبناش واحد الريتم اللي كان طالع. يمكن بزاف الثقه، يمكن حقرناهم. وفي كره ملي كتحقر فرقه ما كتريسبكتيهاش، ما كطلعش شريط، كتعد بك. هما تيقوا مع الماتش، بقاو في لو بلون جو. الحمد لله، بحال اللي كنقول ديما عندنا ان بون دو توش اللي كيعاون. ملي كتدخل حمزه يقامان، ناسيري، ملي كتدخل طلبي، بن صخير وخماش، حلوا لك المشكل. بقينا في الريت، وهاد الماتشات كيتربحوا. يمكن عندنا شي 10 كورنير ولا 12 كورنير في ان كود بي اريتي. هكا غنتعلموا. ديما كنقولها سي ايكيب كي 80 مونديال. خسرت مع الجابون 2-0، مع الاسترالي ومع السعوديه تعذبوا. دونك سيتي ان بون تيست لينا، حنا كنا عارفين. اللي مهم ديما كنقولها هي الرباح. دابا عندنا 15 فيكتوار. هي هذه الفرحه. تعادلنا مع اسبانيا، مع الالمان، دي غران نون دي فوتبول مونديال. المغرب دابا معاهم باش تعرفوا ملي ديروا اون فيكتوار عمرها ما سهله. رساله توجهها للجمهور باش يرتاح، باش يزيد يتاك. شنو محتاج من الجمهور المغربي وليد؟ لا، الجمهور المغربي احنا عارفين الضغط اللي عنده من شحال هادي باغي هاد كاس افريقيا، ولا احنا ما تجمعناش ان شاء الله باش نديوها، نكونوا مجموعين. ديما قلتها، خصنا تكون عندنا لينيرجي مزيانه. اي واحد يفكر من المغرب كيدير واحد اليد بحال اللي قلنا باش نديوها مجموعين. بحال اللي قلت ماشي وليد الركراكي اللي غيديها. وليد الركراكي اللي غيخسرها. هادشي اللي بغاو الناس، بحال انا قادر عليها. عندي واحد جروب اللي غزال اللي كيموتوا على المغرب، جاو كيتقاتلوا. شفتوا ملي ربحنا، اللي ماركينا البيوت كاملين، تجمعوا الدراري. غنجمعوا وان شاء الله غنجيبوها. بارك الله عليك وليد. الشيء الجميل في هذا الموضوع هو أن المغرب دائما تدعم المنتج الوطني أو الركيزة الوطنية أو الثوابت الوطنية. لذلك تجد أن في المراحل السنية ومنتخبات الشباب والناشئين مدربين مغاربة يقومون بالعمل بشكل كبير جدا، وهذه اللي حققت نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة. كل التقدير لهم، نبارك لهم هذا التميز، ومن تقدم إلى تقدم بإذن الله تعالى. إن شاء الله المغرب إن شاء الله. هذا ملعب مولاي عبد الله في الرباط، مدينة الجمال والأناقة، واحدة من أجمل المدن في أفريقيا. كابتن كرام الرديني. الرباط ملعب فخم، ملعب مولاي عبد الله، قريب أعتقد من برستيجة وحي شكرا لك على المشاهدة. لا تنسى اللايك والاشتراك.
أراك في الفيديو القادم.